قدم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي الاعتذار للجماهير المغربية وللمسؤولين عن المنتخب الوطني عما حدث سنة 2019 حينما غادر المعسكر الإعدادي لأسود الأطلس قبل نهاية كأس إفريقيا 2019 دون سابق إنذار. وقال حمد الله في تصريحات له خلال مروره في برنامج أكشن مع وليد على قناة MBC: أعتذر للجمهور المغربي وللمسؤولين عما حدث في 2019. وأتم حديثه: النقطة المظلمة في قصتي هي ما فعلته عندما غادرت المنتخب الوطني، كنت مخطئا واعتذرت، وإذا تم استدعائي لكأس العالم 2022 سأقدم كل ما في وسعي، وإذا كان العكس فسأكون أول الداعمين للمنتخب الوطني. وقال اللاعب المغربي في تصريح لبرنامج أكشن مع وليد على قناة MBC: هناك تواصل بيني وبين وليد الركراكي طيلة الفترة الماضية، وكذلك مع مساعده رشيد بن محمود، وهذا التواصل يتم مع جميع اللاعبين المرشحين للذهاب إلى كأس العالم. وأضاف المتحدث ذاته قائلا: أنا جد سعيد بالحوار الذي دار بيني وبين وليد الركراكي، نتمنى الخير في قادم الأيام. بالطبع أنا مشتاق للقميص الوطني، لأن حمله لا يقارن بالدفاع عن ألوان أي فريق آخر.